تخيل معايا يا عزيزي إنك تكتشف فجأة إنك مش شخص عادي زي ما كنت فاكر طول عمرك، وإن مصير مملكة كاملة متوقف عليك أنت بس. النهاردة هنشوف قصة شاب عاش سنين وهو فاكر إن الكل بيعتبره مجنون، لحد ما القدر رجعه لعالم الأساطير والوحوش علشان يواجه أخطر عدو عرفه الكون. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك المتين والاشتراك في القناة لو لسه جديد معانا، ويلا بينا نشوف إزاي شاب الكل كان فاكره ضعيف بقى أقوى محارب في الكون كله. الحكاية بتبدأ بدخلة عالمية بتاخدنا في رحلة وسط النجوم لحد ما نوصل لإيترنيا، العالم السحري اللي مليان وحوش خرافية وحضارات قديمة ملهاش أول من آخر. وفي قلب العالم ده بنلاقي مملكة جراي سكال اللي فيها السلاح الأسطوري اللي الكل بيحلم بيه. السيف ده مش أي حد يقدر يمسكه، ده بينقي أقوى محارب في الأرض كلها وبيديله قوة جبارة تخلي أي حد قدامه يترعش. والساحرة سورسريس حارسة السيف كانت قاعدة مستنية المختار اللي عليه العين والنية. بعد كده بنتعرف على الأمير آدم، شاب رايق كده وعايش حياته بالطول والعرض، والمفروض إنه يروح تدريبات الجيش، بس الصراحة هو كان عايز يخلع بأي طريقة ويروح في أي حتة تانية. آدم كان مهزوز جدا وشاكك في نفسه، وحتى نمره الصغير كرينجر كان باين عليه إنه موافقه جدا في الرأي ده. بس الملكة بقى ما كانش عندها يما ارحميني، وبعتت آدم للتدريب غصب عنه. وهناك في ساحة التدريب بنلاقي القائد دانكن وهو بيفرم الطلبة بتوعه بجدية المحاربين القدامى اللي ما بيهزروش. بنته تيلا كانت معاهم في التدريب، وهي وآدم أصحاب جدا من زمان. الاتنين ابتدوا يتدربوا سوا، وباين قوي إن آدم بطيخة خالص في القتال ومش قادر يصد ولا ضربة. وفجأة الملك دخل عليهم، وأبو آدم سحبه قدام الناس كلها وتحداه في قتال، وطبعا هزمه بكل سهولة. وقدام الكل الملك قال لآدم إنه لازم ينشف شوية كده ويجمد لو كان عايز يحمي شعبه في يوم من الأيام. وطبعا الكلمة دي وجعت آدم قوي. دانكن كان بيحاول يطيب خاطره بعدين، وقال له إن المملكة دلوقتي في سلام وممكن أصلا ما نحتاجش للقتال ده خالص. بس الساحرة بقى كان ليها رأي تاني خالص، كانت بتبص للمستقبل بنظرة كلها رعب، وبصراحة كان عندها حق تقلق. ومن غير أي إنذار جيش عدو جبار هجم على بوابات جراي سكال، وفي الوقت ده أحسن محاربين في المملكة جريوا علشان يصدوهم. دانكن دخل في مواجهة وش لوش مع محارب مرعب إيده عبارة عن خطاف، وللأسف دانكن اتغلب هزيمة وحشية. تيلا شافت أبوها وهو بيقع وجريت عليه، والاتنين للأسف وقعوا. وفي وسط فوضى هروب العيلة المالكة ظهر سكيلتور، شخصية مرعبة لابسة درع ضلمة ووشه عبارة عن جمجمة وعظم وبس. كان جاي علشان سيف القوة وعايز ياخد المملكة كلها معاه. الملك في الوقت ده ضحى بنفسه علشان يشتت انتباههم ويدي فرصة لعيلته إنها تهرب، بس قوات سكيلتور قضت عليه في ثانية وخدوا تاجه كأنه جايزة. الملكة وصلت للساحرة اللي طلبت من آدم إنه ياخد السيف ويرتبط بيه، وأول ما مسكه فعلا روحه ارتبطت معاه. والمفاجأة بقى لما اتفتحت بوابة لكوكب الأرض، الملكة خدت قرار يقطع القلب، وقررت تبعت آدم لوحده علشان يعيش ويقوى ويرجع في يوم من الأيام ويرجع مملكته. وفي الوقت ده قالت له إن السيف ده هو الطريقة الوحيدة اللي هترجعه. وفي اللحظة دي سكيلتور هجم وهو بيضرب الملكة، صرخت في ابنها بآخر وصية: احمي السيف كويس واوعى تضيعه. وقدرت إنها تعطل سكيلتور ثواني لحد ما آدم نط جوه البوابة. بس القدر بقى لعب لعبته البايخة، وآدم للأسف السيف وقع من إيده واتكسر نصين وهو طاير، والنصين طبعا طاروا في كل حتة على كوكب الأرض. وبعد 15 سنة بنلاقي آدم في ديت مع بنت، وقاعد يحكي لها قصته وهو متوتر، حكاية البوابات والممالك السحرية وكل الكلام ده. البنت طبعا خلعت منه بسرعة وسابته. بعد كده آدم رجع البيت، وصاحبه في السكن سمع نفس الحكاية وما صدقش كلمة واحدة. أوضة آدم كانت مليانة رسومات رسمها من وهو طفل، رسومات لإيترنيا وللناس اللي كان بيحبهم، عالم مفيش حد مصدق إنه موجود أصلا. وبالمناسبة آدم كان شغال شغلانة ملهاش مستقبل في الموارد البشرية، وكان بيقضي وقت الغدا بتاعه وهو بيدور على السيف على الإنترنت. مديره في الوقت ده قفشه وهو بيدور على أسلحة واداله تحذير، وآدم طبعا في الوقت ده ما كانش قدامه غير إنه يقول له تمام يا فندم. وفجأة جات له رسالة إن في حد لقى سيفه، وفي الوقت ده ساب كل حاجة في إيده وجري على مكان المقابلة.
بعد كده بنشوف الوسيط بيقول له يهدى شوية وما يعملش أي حاجة متهورة. آدم لمح نص سيفه محشور في تمثال، فمشي ناحية راجل ضخم ماسكه وقال كلمات القوة، بس مفيش حاجة حصلت. خد السيف برضه ومشي من غير ما يدفع، والبوليس حاصره من كل حتة. وفجأة بقى وحش ضخم هجم على المكان. الوحش ده ظهر أول ما آدم لمس السيف، لأن طبعا مسكة السيف دي بعتت إشارة للكون كله. وقبل ما الوحش يوصل لآدم ظهرت تيلا، بس المرة دي كانت أكبر شوية وباين عليها آثار المعارك، وشخصيتها قوية جدا. آدم طار من الفرحة ساعتها، بس ما كانش فيه وقت للأحضان. جريوا على سفينتها وطاروا بسرعة. وهم ماشيين بقى آدم بص للناس اللي تحت وزعق فيهم وقال لهم إنه مش مجنون، وبعدها اختفوا. وأخيرا وصلوا لخرابات جريس كال. المكان كان مهجور ومتدمر. واحد من جواسيس سكيليتون لمحهم وبلغ عنهم. تيلا في الوقت ده أخدت آدم للمكان بتاع المقاومة اللي كان فيه آخر الناجيين من جريس كال مع اللي فاضل من أبطال المملكة. مفيش حد عرف الأمير بتاعهم. آدم عرف نفسه وغلط في أسامي الكل بطريقة تضحك، واخيرا اعلن انه جاي ينقذ كل حاجه بسيف القوه. طبعا الكلام ده ما عجبهمش وقاموا حابسينه هو وتيلا في زنزانه. وجوه المخبأ كان فيه روبوت اسمه توم كان شغال مساعد. وشخصيه تانية كلنا عارفينها، دانكن، كان قاعد لوحده ومعاه ازازه خمره. القائد العظيم اللي كان بيطلع احسن محاربين جريس كال قضى 15 سنه غرقان في الشرب، وضميره طبعا بيوجعه علشان فشل يحمي ملكه ومملكته. وفجأة جيش سكيليتور هجم. طلع في حد كان مراقب تيلا طول الطريق. آدم في الوقت ده شغل الروبوت في ثانية وهي فجرت الباب. الروبوت شال دانكن على ظهره والكل جري، واخيرا وصلوا السفينة. بس ابو خطاف المساعد اللي هزم دانكن من 15 سنة كان مستنيهم هناك. آدم حاول يتكلم ويحل الموضوع بالحب، بس ابو خطاف ما كانش بتاع كلام خالص واداله ساعتها علقة موت. وفي اللحظة دي الساحرة اتكلمت من خلال السيف وادت لآدم الكلمات اللي محتاجها. آدم فعلا قال الكلمات وتحول. درع جديد، قوة جديدة، طاقة جبارة. آدم قطع الخطاف من دراع الراجل وخلص على الطقم كله وهربوا في السماء. سكيليتور بقى وصل بعد شوية وهو متنرفز وبيغلي، وأمر كل العساكر إنهم يطردوهم فورا. بس المطاردة دي ما خلصتش على خير، وآدم اتعامل معاهم كلهم. واحد من المحاربين خاف قوي وهرب. سفينتهم في الوقت ده اتحطمت والكل بقى محبوس على الأرض لفترة زمنية. نرجع تاني لسكيليتور اللي وقف رهائن المقاومة وطلب يعرف مين اللي معاه السيف. الكل طبعا سكت. قام سكيليتور يعمل ايه؟ حرق واحد من الأبطال وهو حي علشان يوصل رسالة للكل. المقاومة في الوقت ده بدأت تتهز. قام طالع واحد وقال له الأمير آدم رجع علشان يسترد مملكته. وساعتها سكيليتور قال له ده مش هيحصل خالص. دانكن وهو على السفينة المتحطمة لقى درع بنته القديم متشال بعناية في لبسه. بعد كده بنشوف آدم وهو بيدور على النص التاني من السيف ولمح صقر اللي بتكون الساحرة وهي متنكرة، بس اختفت قبل ما يوصل لها. تيلا لقت آدم وفتشوا السفينة سوا ولقوا دانكن قاعد بيشرب في الدرع بتاعه. تيلا خلاص جابت آخرها منه، بس آدم وتيلا اتكلموا كلام بجد عن الفرق بين القوة الغشيمة والحكمة اللي بتحمي الناس اللي بتحبهم. آدم استوعب الكلام ده كويس. وفي الليلة دي شعاع نور شق الضلمة كانت إشارة من سكيليتور. قال لآدم وش الوش أهلك لسه عايشين، تعال حالا لجبل الأفعى لوحدك، هات السيف معاك وإلا هتشوفهم بيموتوا قدامك. وآدم فعلا بيروح، بس ما راحش لوحده. تيلا ودانكن والروبوت كانوا وراه. في جبل الأفعى القوات بتاعت سكيليتور سدت كل المداخل. الساحرة قالت لآدم يمشي ولا يهمه، وفعلا دخل وواجه سكيليتور. سكيليتور في الوقت ده طلع الملك علشان يضغط عليه. سلم السيف وإلا أبوك هيموت. الملك قال لابنه ما يستسلمش. سكيليتور بعت عساكره وآدم فرمهم كلهم. أبوه كان بيتفرج وهو محبوس، والأول مرة كان باين عليه الفخر الحقيقي بابنه. آدم طلب من سكيليتور يسيب أبوه، وسكيليتور سابه فعلا، بس استغل اللحظة وطلع موجة صدمة خلت المكان كله ينهار فوقيهم. الملك للأسف اتحشر تحت الأنقاض. وهو بيموت الملك سحب ابنه وقال له كل حاجة. ليه كان قاسي عليه دايما، كان عايزه يبقى قوي علشان يواجه عالم ما بيرحمش. وهو بيبص لابنه دلوقتي عرف ان الراجل ده بقى موجود فعلا. واخيرا الملك بيموت بين ايدين آدم. سكيليتور استغل
واستغل حزن آدم ووقعه وحبسه في زنزانة مع أصحابه وكل الرهائن. وآدم لقى أمه هناك وقال لها إن الملك مات. الأوضة كلها سكتت. سكيلتور ماسك السيف وقاعد بيقول كلمات القوة بس مفيش حاجة بتحصل. الساحرة بتاعته شرحت لهم إنهم لازم يرجعوا السيف لجراي سكال للمكان المقدس هناك علشان القوة تفتح. سكيلتور اتحرك لجراي سكال وساب الدمار وراه. وفي الزنزانة آدم وقف وخطف في الناس اللي لسه واقفة على رجليها ولسه برضه بيغلط في نص الأسامي. بس مش مهم، الخطة فعلا بتأثر فيهم. كرينجر كان هناك برضه، والنمر الصغير ده كبر وبقى ضخم وما بقاش يخاف من حاجة. حطوا خطة يخلصوا على الحراس ويسرقوا سفن العدو ويروحوا ورا سكيلتور. الأبطال فعلا هربوا وخدوا السفن وهجموا على جراي سكال. دانكن والروبوت أمنوا المكان علشان آدم وتيلا يقدروا يوصلوا للقمة. الكل دخل في معركته الخاصة. آدم واجه سكيلتور وتيلا راحت ورا الساحرة وكرينجر حارب الوحش. دانكن بقى والروبوت حاولوا يوقعوا المكان كله فوق جيش سكيلتور وفعلا بيوقعوا الكوبري. وفجأة سفينة عدو ضربت نار على الروبوت وفجرته. دانكن مسك قنبلة ونط على سفينة العدو وحطها في حتة حاسمة جدا ونط في آخر ثانية. الروبوت للعلم لسه عايش. سكيلتور رفع عصايته وكسر سيف القوة وللأسف قوة آدم راحت في ثانية. في الوقت ده سكيلتور مسكه من راسه وخلاه يعيش كل السنين الضايعة على الأرض. كل لحظة قضاها وهو بيدور على سيف بدل ما يبقى حاجة حقيقية. وأخيرا غرز السيف المكسور في آدم. آدم بيقع وفي المسافة بين الحياة والموت ظهرت الساحرة وقالت له الحقيقة. السيف عمره ما كان مصدر قوته. السيف كان مجرد وعاء. القوة كانت دايما جواه. هو كان المختار طول الوقت. آدم في الوقت ده بيقوم تاني وقوته بترجع كاملة. السيف اتصلح لوحده في ايده. سكيلتور الانتهازي حاول يرجع في كلامه ويقترح انهم ينسوا موضوع العداوة ده. آدم فكر ثانية وسكيلتور ضحك وهجم. آدم طيره في آخر الأوضة ودمر كل دفاعاته وأخيرا بيهزمه هزيمة ملهاش قومة بعدها. لما الموضوع خلص ما بقاش فاضل من سكيلتور غير جمجمته. الساحرة بتاعته هربت وجيشه انهار. أخيرا جراي سكال رجعت تتنفس تاني. أم آدم رجعت ملكة. الروبوت اتصلح. دانكن بطل شرب للأبد المرة دي. كل الناجيين في المدينة عاشوا لحظة سعادة عمرهم ما عاشوها في حياتهم. حتى آدم جاب صاحبه اللي كان معاه في السكن من بوابة لإيترنيا عشان يثبت له بعد كل السنين دي انه ما كانش بيألف. وبعدين قال الاسم اللي اختاره لنفسه من زمان، هيمان. واصحابه في الوقت ده بيتريقوا عليه في الاول بس بيوافقوا في الاخر. واخيرا بنشوف آدم راكب كرينجر بدرعه الكامل ومنطلق بكل قوة للمستقبل. ومن هنا بتكون نهاية قصة فيلمنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وكمان ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في التعليقات. واشوفكم على خير الفيلم الجاي.